كابتن ايمن بعد مشوار صعب ما كانش عنده. هارد لك للزمالك فعلا. مبروك كابتن فضل، مبروك كابتن حسام غالي، مبروك النادي الاهلي. ماتش مميز جدا. راهنت وقلت ان قد يكون دفاعات النادي الاهلي النهارده فرصه، لكن دفاعات النادي الاهلي النهارده نجوم المباراه بصراحه. الفكره بتاعت عمليه تحرير مهاجمي النادي الاهلي باربع لعيبه متحركين متحررين اعتقد جابت نتيجه. قد تكون اسوا مباراه لنادي الزمالك في عموم ال90 دقيقه، قد تكون اسوا مباراه لخط دفاع نادي الزمالك. اخطاء دفاعيه كارثيه غير عاديه بالجمله غيرت شكل المباراه بشكل غير عادي. حتى الفرص المتاحه، حتى ناصر منسي لما جات له في الدقيقه 12 الفرص المتاحه اللي اتيحت كلها اهدرها بشكل غير عادي. طبعا الاهداف واحنا بنتفرج عليها اخطاء زي ما انا قلت لك، اخطاء دفاعيه كارثيه، وحتى اسلوب الرقابه اسلوب التعامل كله كان خطا. وحتى الكره دي طالعه غلط من حسام عبد المجيد، والكره الثانيه برضه ترب كان محظوظ النهارده. والراجل ده تم انتقاده بشكل كبير. ممكن اسالك سؤال شويه ملوش دعوه بالكوره؟ اوكي. جمهور الزمالك دلوقتي هيبقى زعلان من النتيجه ولا قلقان على الدوري؟ الاثنين. انهي واحده اكتر؟ الاثنين اكتر، الاثنين نفس التاثير. يعني الاثنين انت بتتكلم في حته صعبه جدا. نادي الزمالك لسه على القمه بفارق المواجهات بينه وبين بيراميدز، لكن في قلق في الماتشين التانيين. بس هو ازاي هتعالج الموقف ده؟ ازاي هتهدى بلعيبه الزمالك وتقنعهم ان الماتش وعدى وان انت تكسب الماتشين الجايين تبقى بطل الدوري؟ الموضوع عايز شغل كتير قوي. هل نادي الزمالك يقدر يعمله ولا لا؟ لكن النهارده الاهلي تفوق. بن شرقي عامل مباراه عمره صراحه، يعني نجم المباراه بلا منازع. عمل كل حاجه في الكوره، متحرك، كل كره بيستلمها بيطلع منها افكار، كل كره بيستلمها بيطلع منها شخصيه هجوميه مختلفه للنادي الاهلي. لعيبه الاهلي كلهم كان في تعاون غير عادي. كل اللي اتقال على الاهلي النهارده فعلا النهارده حسمه. لكن الزمالك النهارده ماتش قاسي على نادي الزمالك، وهزيمه انا بالنسبه لي تقيله وقد تكون غير مقبوله. لسه مش قابلها ان الزمالك يتغلب بالمنظر ده. كان لازم الزمالك يكون اكثر تماسك. نص الملعب نادي الزمالك خذلنا تماما، نص الملعب شبه مش موجود، ولا اداء دفاعي ولا معاونه للشحات ولا تحولات هجوميه. ال3-0 نتيجه عادله لهذا اللقاء؟ انا قلت لك قاسيه بقى، مش لازم تفضل تعمل فيها مشاكل معايا. لا نتيجه طبعا غير مقبوله. لا انا مش بتكلم على مقبوله او مش مقبوله، اكيد بالنسبه لحضرتك مش مقبوله على سيناريو، ولكن انا بتكلم عادله. المباراه دي طلع لك اي هو الاهلي ما ضيعش جوان يا سيف. السيناريو المباراه الاهلي ضيع 7-8 فرص مثلا، الاهلي واحد 3 جوان منهم غلطتين من الباكات. يعني ما فيش فرص يعني لا هنا ولا هنا على فكره. لا الزمالك ضيع ولا الاهلي ضيع. انت يعني في الاخر ما اتيح تم استغلاله، وده ذكاء وده حظ وده توفيق على فكره. هي دي الكوره، ده اللي ترك قاله في ماتش بيراميدز. وده الفرصتين خسر 2 3. انا متفق ان خلينا نروح ان الاهلي استحق الفوز. الزمالك الاعداد المباراه كان بشكل سيء جدا. كل اللي اتكلمنا عليه ان منطقه نص الملعب نادي الزمالك هي رمانه الميزان. نص الملعب كان سيء الشوط الاول تماما. قد لما اتحسن شويه الشوط الثاني وبعدين حصل فيه تغييرات حولته بتاثير شكل سلبي. اعتقد كل تغييرات نادي الزمالك كانت غير مجديه. شيكو بنزا، يعني كل التغييرات اللي حصلت لنادي الزمالك، عديد، ادم كايد، كل ده ما كانش ليه اي تاثير. اعتقد الاهلي استفاد كتير قوي من المباراه، استعاد كتير قوي من علاقته بالجماهير، رجع نفسه. المباراه بصراحه ادت كل حاجه للنادي الاهلي. ولكن نادي الزمالك هيتماسك ازاي؟ ده بقى موضوع تاني هنتكلم فيه في خلال